مرحبا بكم في قناتكم دابا سبورتس. نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد أمام إسبانيول. مرحبا، صباح الخير. ماريو روبر من بارسا ميديا. بداية، كل عام وأنتم بخير. أود أن أسألك عن مباراة الغد، فهي مباراة خاصة، ديربي يحمل طابعا عاطفيا كبيرا. فريقان يقدمان مستوى جيدا بعد فترة التوقف. أود أن أعرف كيف يصل فريقك إلى هذه المباراة، كيف حال برشلونة، وماذا تتوقع من لقاء الغد؟ شكرا. بداية، كل عام وأنتم بخير. إنها مباراة مثيرة للاهتمام بالفعل. لقد قاموا بعمل رائع، ويجب أن أهنئ مانولو لأن ما حققه أمر مذهل. فريقه يقدم أداء ممتازا، وحقق 5 انتصارات متتالية في الدوري. من الرائع مشاهدتهم، فهم خصم عدواني ويطبق ضغطا عاليا بشكل جيد جدا، كما أنهم مميزون في التحولات، فعندما يستعيدون الكرة يتصرفون بشكل جيد للغاية. أما بالنسبة لنا فعلينا أن نولي اهتماما كبيرا لهذه الجوانب، وأن نلعب بأفضل مستوى لدينا، وهذا سيكون مهما جدا لنا في مباراة الغد. مرحبا هانزي، صباح الخير. روسا من إذاعة كتالونيا. كل عام وأنت بخير. ما نوع المباراة التي تتوقعها، إضافة إلى ما سيحدث على أرضية الملعب؟ إنها مباراة عودة جوان غارسيا إلى إسبانيول، وقد قام النادي بوضع شبكات خلف المرمى تحسبا لأي طارئ. ما توقعك للأجواء؟ هل تتوقع ديربيا ساخنا؟ وهل تحدثتم عن ذلك داخل غرفة الملابس وأخذتموه بعين الاعتبار؟ بالطبع، هذا أمر طبيعي. الموسم الماضي أيضا لم تكن مباراة سهلة، وأعتقد أنهم هذا الموسم يتمتعون بثقة كبيرة. لقد قدموا مستويات جيدة ويحتلون مركزا جيدا في الترتيب، أفضل من الموسم الماضي بطبيعة الحال، لأنهم كانوا حينها يصارعون من أجل البقاء في الدرجة الأولى. أما الآن فقد تغير الوضع. لديهم ثقة كبيرة ويجيدون الضغط، وسنرى ما سيحدث، لكن علينا أن نكون حذرين، وأن نلعب أفضل كرة قدم لدينا، وأن نطبق أسلوبنا الذي نريده. لقد استعددنا لذلك، ونأمل أن نرى غدا ما رأيته اليوم في التدريبات. نمتلك الجودة الكافية لتحقيق الفوز برأيي. مرحبا هانزي، مارتا رامون من RAC1. أود أن أسألك تحديدا عن جوان غارسيا. ستكون مباراة عدائية جدا بالنسبة له. ماذا نقل لك خلال هذه الأيام؟ كيف تراه من الناحية الذهنية؟ وهل قدمت له أي نصيحة؟ وهل يقلقك رد فعله في أجواء صعبة مثل أجواء الغد؟ لم ألاحظ أي اختلاف فيه. لم أرى أي تغيير عليه خلال هذا الأسبوع. أعتقد أنها ستكون مباراة خاصة بالنسبة له بالفعل. هو في حالة جيدة جدا، ويتمتع بالثقة، ويؤمن بإمكاناته وجودته، وهذا أمر أعتقد أنه يريد إثباته غدا. إنه أفضل سيناريو ممكن لإظهار ذلك. أدريا سولديفيلا مباشرة لصالح برنامج كيتي يوغاس من إذاعة سير كتالونيا. أود أن أسألك عن لامين يامال وداني أولمو. هل كلاهما بخير؟ وهل سيدخلان قائمة المباراة؟ كلاهما بخير وكلاهما جاهز. داني لعب اليوم أيضا مباراة تدريبية، وكان مستواه جيدا جدا. من الجيد رؤيته يعود دون خوف من المواجهات الفردية. لقد خطأ اليوم خطوة مهمة إلى الأمام. أما لامين فهو أيضا عاد وجاهز. مرحبا سيدي. جيرفان غارسيا من الإذاعة الوطنية. ما الرسالة التي تود توجيهها إلى الجماهير عموما، سواء جماهير برشلونة أو إسبانيول، حتى تمر مباراة الغد في إطار رياضي فقط، دون أي أحداث مؤسفة؟ شكرا. أعتقد أن الأهم في عالم كرة القدم هو دعم فريقك، ليس الهجوم على الفريق الآخر، بل مساندة الفريق الذي تشجعه، لأن هذا هو ما يؤثر بشكل إيجابي في النهاية. أعتقد أن الجميع يريد إرسال طاقات إيجابية للاعبين وللجميع. في هذا السياق يجب على الجميع التركيز بنسبة 100% على فريقهم وليس على الخصم. مرحبا هانزي. لقد فتح سوق الانتقالات. لا أعلم إن كنت قد اتخذت قرارا بالفعل بشأن الاستفادة من تسجيل كريستنسن، أو توسيع قائمة الفريق، أو استغلال المساحة المتاحة، أم أنك ترى أن التشكيلة الحالية كافية للمنافسة حتى نهاية الموسم؟ شكرا جزيلا. إنه سؤال صعب. في الوقت الحالي لسنا جاهزين لاتخاذ قرار نهائي، لكن عندما ننظر إلى خطنا الخلفي رباعي الدفاع، سواء قلوب الدفاع أو الأظهرة، أعتقد أننا بحاجة إلى لاعب إضافي. لكن في النهاية هذا أمر يجب مناقشته، وليس من السهل خلال فترة الانتقالات الشتوية التعاقد مع لاعب بهذا المستوى. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث.
أنا واثق وأؤمن بأننا قادرون على القيام بشيء ما، لكن يجب أن يكون ذلك منطقيا ومدروسا. فرانسيسك لاتوري، مباشرة لصحيفة سبورت: من المستجدات في هذه الأيام عودة آراوخو للتدرب مع المجموعة بعد هذه الفترة. كيف تراه؟ وهل تحدثت معه؟ وهل هناك خطة محددة لعودته التدريجية؟ الأمر يعتمد عليه. هو الآن بحالة بدنية جيدة، ربما ليس في كامل جاهزيته بنسبة 100%، لكنه في وضع جيد، وهو من يقرر مدى سرعة عودته. هذا ما أراه بوضوح. الأهم أنه عاد بالفعل. لقد تحدث مع زملائه، وما أراه وأشعر به هو أن جميع اللاعبين يدعمونه ويقفون إلى جانبه. لقد عاد، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا. أخذ الوقت الذي كان يحتاجه، وسيأخذ الوقت الذي يحتاجه، لكنه بخير. مرحبا هانزي. جويل غاديا من بي تي في: جئنا من عام 2025 مليء بالنجاحات، حيث حققتم 3 ألقاب. ساد الاعتقاد بأن برشلونة عاد ليكون قوة كبرى في كرة القدم الأوروبية. هل فكرت في إعداد قائمة أمنيات لعام 2026؟ وماذا تتمنى بصفتك مدربا لبرشلونة في هذا العام الجديد؟ بالنسبة لي، الأهم هو أن نواصل التدرب بالطريقة التي عملنا بها خلال الأسبوعين الماضيين، بجودة عالية وبشدة وبتركيز، وبقرب الوصول إلى 100% من الالتزام في كل حصة تدريبية. بهذه الطريقة أرى أننا قادرون على مواصلة التطور، ولدينا إمكانات كبيرة داخل هذا الفريق. وبالطبع، إذا تحدثنا عن الأمنيات، فأهم ما يتمناه أي لاعب هو الحفاظ على الصحة. هذا أمر أساسي، ويجب أن نستمر في التفكير فيه، خاصة بعد كثرة الإصابات. آمل أن نكون قد عانينا بما فيه الكفاية، وألا نشهد المزيد منها. مرحبا، خافيير غاسكون من صحيفة موندو ديبورتيفو: مع جاهزية بيدري وفرينكي دي يونغ، هل سيواصل إريك غارسيا اللعب في مركز لاعب الارتكاز؟ سنرى ذلك غدا. إريكا يقدم عملا رائعا، ومع وجود قلبي الدفاع جيرارد وكوبارسي يشكلون ثلاثيا ممتازا يمنحنا قدرا كبيرا من الاستقرار. لكننا نحتاج أيضا إلى حلول أخرى. لدينا بالدي، ولدينا جول كوندي على الأطراف. سنرى ما سيحدث، لكن المستوى والجودة في الخط الدفاعي جيدان، وسنرى ماذا سيحدث غدا. مرحبا سيدي. ديفيد برنابيو من صحيفة إسبورت: بخصوص مباراة الغد، أعتقد أننا جميعا ندافع عن مبدأ التنافس الرياضي بين برشلونة وإسبانيول، لكن يبدو أحيانا أن مستوى التوتر وربما العداء يتجاوز الحدود الطبيعية للمنافسة، ليس بصفتي مدربا لبرشلونة فقط، بل كمشجع أيضا. هل ترى أنه من الضروري أن يضع إسبانيول شبكات خلف المرمى لتجنب أي مشاكل؟ وبصفتك مدربا لبرشلونة، هل تخشى أن تتوقف المباراة في لحظة ما، أم تعتقد أن كل شيء سيمر بشكل طبيعي؟ أنا دائما أفكر بإيجابية. ليس لدي سوى تجربة المباراة الأخيرة السابقة. ربما تكون الأجواء هذا العام مختلفة بعض الشيء، لكنني أحافظ على تفكير إيجابي. أعتقد أننا جميعا بشر، وعلينا أن نتعايش معا. الاحترام هو الأهم في عالم كرة القدم، وأتمنى أن يتصرف الجميع بالشكل المناسب. كارلوس روي بيريز من صحيفة لا فانغارديا: ربما لا تشعر بذلك، لكن في مباراة الغد ستقود برشلونة للمرة 86 من على مقاعد البدلاء، وهو نفس عدد المباريات التي قدتها مع بايرن ميونخ. أمضيت هناك موسما ونصف تقريبا. ما الذي قدمته لبرشلونة؟ لا أدري. ربما تبدو أكثر حماسا وأكثر قربا من الطابع المتوسطي. ماذا منحت برشلونة خلال هذه المباريات 85؟ أعتقد أنني تعلمت الكثير جدا خلال هذا العام والنصف. أحب هذه العقلية، عقلية التواجد هنا في إسبانيا، وخاصة في برشلونة. أحب العيش هنا، وبالطبع لدي طاقم فني رائع من حولي، كما أن اللاعبين مذهلون أيضا. وكما قلت سابقا في أحد المؤتمرات الصحفية الأخيرة، فإن العلاقة مع النادي ومع بقية الموظفين ممتازة. إنهم يدعموننا باستمرار. في النهاية الطاقم الإداري، المسؤولون عن الإعلام، الرئيس، الجميع يقدمون أقصى ما لديهم، وخاصة ديكو وبويان. إنها منظومة تعمل بتناغم تام، وأنا سعيد بالعمل من أجل هذا النادي وتقديم أفضل ما لدي لجماهيره. هذا ما أراه وأشعر به كل يوم. أشعر بالأمر نفسه يوما بعد يوم. أنا مدرك تماما لما يمنحني هذا النادي، ولمشاعري تجاه كوني جزءا منه، وسأقدم دائما أفضل ما لدي. السؤال الأخير: إيبانياث من موقع
دي ماركيه وقناة ميدياسيت. كل عام وأنت بخير. عندما سئلت عن جوان قلت إنك تراه واثقا وأن مباراة الغد مكان جيد لإثبات ذلك، لكن لابد أن الأمر سيكون صعبا عليه، خاصة إذا تعرض للصافرات أو الإهانات. حارس المرمى قريب جدا من المدرجات، وليس مثل أي لاعب آخر يتحرك في أرجاء الملعب. ألا يقلقك أن يؤثر ذلك عليه في لحظة ما؟ لا أعتقد ذلك. من خلال ما أراه هو لاعب في غاية التركيز، يركز دائما على كل موقف. لقد قدم مستوى رائعا خلال الأشهر الستة الماضية مع برشلونة، وأثبت أن قرار التعاقد معه كان القرار الصحيح. لا أشعر بالقلق حياله، فهو في قمة تركيزه ويقدم مستوى عاليا جدا ويظهر جودة كبيرة. إنه حارسنا الأول، ولذلك لا يقلقني الأمر على الإطلاق. وفي ختام هذا الفيديو أود أن أسمع آراءكم. ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة برشلونة وإسبانيول برشلونة؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ودعونا نرى من منكم يمتلك نظرة المحلل الحقيقي. لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديد.